الضحك ورانا يا جدعان. الضحك ما بيسيبناش. انا قلت اسيب التليفون بقى، كل شويه افر في التليفون الاقي بوست مستفز الكابتن خالد الغندور ولا الميدو العالمي. خلاص بقى، خلاص الكوميديا بتاعت كابتن خالد الغندور وعصير الجرجير خلاص قفلوني من الدنيا، قفلوني من الفيسبوك. سبت التليفون، قلت اتفرج بقى على التلفزيون، قلت اشوف الدنيا بتقول ايه على اون سبورت. الاقي مين؟ الاقي كابتن سيف زاهر مستضيف الاسطوره كابتن فاروق جعفر. وبيتكلموا في ايه يا سيدي؟ بيتكلموا في انتقال محمد صلاح لنادي الاتحاد جدة السعودي. فسيف زاهر بيسأل كابتن فاروق جعفر، بيقول له ايه رأيك يا كابتن فاروق جعفر في موضوع انتقال صلاح من ليفربول الانجليزي لسيف زاهر؟ تنصحه بايه ككابتن كرة قديم؟ قال له بص انا هقول كلمة لصلاح. احنا يا صلاح ما عرفناش ليفربول غير عن طريقك، وما شجعناش ليفربول غير عن طريقك، وليفربول نفسه يعني شاف الامجاد والبطولات عن طريقك. فيا ريت يا صلاح، يا ريت يا صلاح تاخد الرسالة دي من لعيب كرة قديم في سن والدك. بلاش تبص للماديات، بلاش تبص للفلوس والمقابل المادي اللي هتاخده في نادي اتحاد جدة السعودي، وخليك في الدوري الانجليزي، وخليك في كتابة التاريخ، واستمر في كتابة التاريخ، وبلاش تبص على الماديات. وهو عنده سيف جعفر جوه. يا نهار ابيض على الضحك يا جدعان. سيف زاهر يكاد ان يعني انا شفت كده ملامح سيف زاهر عايز يقول له يا كابتن رؤى، يا كابتن رؤى، ده انت عندك سيف جعفر جوه في التلاجة شايله. عندك سيف جعفر اللي ساب الزمالك، النادي اللي نشئ فيه واللي ابوه نشئ فيه. يعني مش عارف يرد يقول له ايه يا رب، مش عارف يرد يقول له ايه. بينصح صلاح ان هو ما يبصش للفلوس اللي هي 3 مليار تقريبا بسم الله ما شاء الله في السنة. وابنه ساب الزمالك علشان ما فيش فلوس. ابنه اللي ناشئ في الزمالك ساب الزمالك عشان ما فيش فلوس وراح لبيراميدز. فسيف زاهر باصص له كده، اللي هو انت بتقول ايه يا كوتش؟ يا كوتش انت بتحط على نفسك يا كوتش، خلي بالك. قام فاروق جعفر لحق نفسه بقى، قال لي يا نهار ابيض، ده انا وقعت في الطين، ده انا عندي سيف جعفر جوه فعلا يا جدعان. هو ايه اللي انا قلته ده؟ قام رجع وقال له، لحق نفسه وقال له بص، انا اكتر 3 قرارات اتفاجئت بيهم في حياتي، انا ما ركزتش مع اي قرار فيهم، بس قال له 3 قرار هو انتقال سيف جعفر لنادي الزمالك. يا خبر ابيض على الضحك. لحق نفسه بقى، ما هو اتعلم من غندوريات كابتن خالد الغندور. قال لك اكل نفسي قبل ما حد ياكلني، بس ما تقلقش يا كابتن فاروق جعفر، ده احنا مستنيين الضحك ده الضحك ده هو اللي احنا عايشين بيه. قال لك اتفاجئت قوي ان سيف جعفر ساب نادي الزمالك اللي اتربى فيه واللي اترعرع فيه. ولو شفتوا سيف جعفر راكب عربيه فده هيكون بسبب خير الزمالك على سيف جعفر وعلى فاروق جعفر. ولحق نفسه ولم الدنيا، قال يعني لم الدنيا قوي. نسيت اسلم على اخواتي، نسيت اسلم على اخواتي بسبب القصه المضحكه دي يا جدعان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بمسي على كل اخواتي الاهلاويه. والله قصه يا جدعان، يا ريت كنتوا تتفرجوا معايا على الضحك ده. حد شاف الضحك ده يا جدعان ولا لا؟ اهم خبر النهارده هو خبر معاد اصلا. انا مش عارف هي اللجنه ليه اللي راحت على نادي الزمالك، اللجنه الثلاثيه، هي بتفتش ليه؟ هي بتدور ليه؟ اصل لقوا مصيبه تانية جديده، بس ليه لقيتوا مصايب يعني؟ هو المصايب القديمه اتحقق فيها؟ طب حد اتحاسب بسببها؟ لا، محدش اتحاسب. فخلاص بقى يا جدعان، ما تنحكشوش بقى. يعني مش لازم تنفض تحت السجاده. لم التراب تحت السجاده زي ما قبلك بيعمل، وزي ما اللي يجي هيعمل اكيد يعني. اللجنه الثلاثيه او استاذ عماد البناني الوافد الجديد، يعني القديم لقى بلاوي ومشوه، الجديد مش يتعلم بقى، لا بيلاقي بلاوي برضه. ايه البلوه الجديده اللي لقاها استاذ عماد البناني؟ لقى ان في اسماء اعضاء داخل نادي الزمالك وطلع لهم كارنيه عضويه داخل نادي الزمالك وملهمش اي وجود ولا اي حاجه، ملهمش وجود في الوجود. ايه ده يا جدعان؟ امال الانتخابات مين اللي كان بينجح فيها ازاي؟ الاصوات دي كانت بتيجي منين؟ ده في اسماء اعضاء مكتوبه
وليها كرنيهات وملهاش وجود. عرفتوا الانتخابات كان بينجح فيها ازاي سيادة الموسيقار؟ اصغر مؤلف قانون يا جدعان، اصغر مؤلف اعضاء. يا خبر ابيض يا جدعان، يعني موظفين بياخدوا 350 الف في الشهر، 65 موظف واساميها مكتوبة والاشخاص مش موجودة اصلا، مش في الدنيا. وكمان اعضاء موجودين وكرنيهات عضوية. شوف عضوية نادي الزمالك بكام، اكتر من 100 عضو تقريبا، وما ذكرش العدد لانه كتير جدا، وملهمش اي اساس من الوجود. طب امال مين اللي كان عمال ينتخب في سيادة الموسيقار يا جدعان؟ طمنونا بس، طمنونا. فرسالة للاستاذ عماد البناني او اللي هيجي بعده، يعني خلاص اللي تلاقيه كده تحت السجادة، اكنس التراب تحت السجادة يا اسطى، عشان انت هتبقى في وسط عفرة، هتعمل كده هتلاقي تراب، هتعمل كده هتلاقي بلاوي. فما تدورش، ما انت لاقي، ما اللي قبلك لقى قبل كده. سمعنا عن حد اتحاسب؟ سمعنا عن حاجة حصلت؟ مفيش حاجة. فخلاص بقى، كتم بقى وانهي الدنيا على كده. بس اهم حاجة البائس المحلي يكون في علمه ويتأكد ان الاهلي نادي الدولة، وان مجلس ادارة النادي الاهلي بقيادة كابتن محمود الخطيب هو اللي بيهد في استقرار الزمالك، وان طول ما رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور موجود، طول ما الخطيب خايف، وطول ما الاهلي مش مستقر. انما لو اتشال رئيس نادي الزمالك يبقى الاهلي هياخد البطولات والدنيا دي تمام. افضلوا اغسلوا عقولهم بالكلام ده، يعني اغسل عقلك يا بائس يا محلي بالكلام ده، وسيب البلاوي اللي كل يومين نكتشف بلوة جديدة في نادي الزمالك، ويقول لك جدولنا الديون مع سبورتنج لشبونه، ويطلع سبورتنج لشبونه يقول لك لا ما جدولناش ديون وبيستعجلوا على دفع الغرامه، ويطلع يقول لك انا دفعت مستحقات زيزو متاخره والدنيا تمام وخلاص زيزو هيمضي وهيجدد. يطلع ابو زيزو ويقول لك لا زيزو مضى ولا عنده استعداد يمضي ولا خدنا مستحقاتنا، وزيزو ملوش وكلاء وما تدفعوليش رشاوي. بمعنى اصح ابو زيزو بيقول له انا وكيله لكن انا ابوه، فما شغل الرشاوي وان انت تديني فلوس عشان اسكت او عشان اخلي ابني يجدد، لا الكلام ده مش عندنا. والفضايح، ومين يعد ومين يحاسب ومين يستوعب ان الزمالك ليه في الوضع ده، وليه الاهلي فوق دايما، وليه الاهلي صاحب البطولات، مش عشان نادي الدولة يا بائس يا محلي. لكن هنقول ايه وهنعيد ايه وهنتكلم تاني ازاي؟ هو مقتنع بكده. هو الكائن الزملكاوي ترعرع ونشأ على اساطير اجداده ان الاهلي نادي الدولة، وان الزمالك ما ينفعش ياخد بطولة، ولو خد بطولة فبتبقى ب4 من اللي خدهم الاهلي، او الدوري ب10 من دوري الاهلي. فيفرح بقى، هو يفرح لما ياخد بطولة كل 10 سنين. ليه؟ ما هي البطولة ب10 اضعافها يعني. هم ده اللي متربيين عليه. ليه احنا ما بناخدش بطولات كنادي زمالك؟ علشان النادي الاهلي هو نادي الدولة، والدولة بتديله البطولة. طب والبطولات القارية؟ ما النادي الاهلي ننوس عين الكاف برضو وعيسى حياته والقصة دي كلها. فهمت حاجة يا لا بائس يا محلي؟ اراهن انك ما فهمتش. سلام.